نصيحة اللي يريد يصلح نفسه واللي يريد يطور قدراته ويريد يتغير ويريد يكون إنسان سوي، إنسان صالح، إنسان تفتخر به الناس، إنسان يعني بحكينا نقول راقي متقدم، إنسان عصري، إنسان يكون قد المسؤولية، يكون يعني إنسان حقيقي. عليه بقراءة أو استماع كتاب جامع السعادات. جامع السعادات حقيقة يغيرك جذريا، يغيرك. حاول السمع، هواي من مشايخ والسادة شارحينه على اليوتيوب، تقدر تسمع في الدروس على شرح جامع السعادات، تكتب وتشوفه هو ياهي يعجبك الطريقة كذا. حقيقة من أهم الكتب الأخلاقية الشيعية، هواي يفيدك، هواي يقدمك، يحبب الناس بيك، يخلي أخلاقك حلوة، أخلاقك راقية، صرف مثل البشر، صرف مثل الإنسان. أحد العلماء يقول هاي الغضب، هو يشوفه راح يشوف، يقول هاي الغضب والهاي، يقول هاي مثل صفات الحيوانات مثل الثور كذا. الإنسان الإلهي، الإنسان الصالح لازم يتصرف مثل الإنسان، ومو يصرف مثل الحيوانات. يعلمك شلون تخلص من الشهوة، شلون ما تغضب، شلون تتعامل مع اللي يستفزك، شلون يعني كتاب يغير حياتك. جامع السعادات كلش حلو، واللي يقدر يشتري يحاول يقرأ. كتاب يتكون من 3 أجزاء بس. حقيقة يا أخوان عمرك خسارة إذا ما تقرأ أو تستمع. اللي ما يقدر يقرأ وما له واهس يستمع على النت، يوميا محاضرة 2 3 4 ايش قد ما يقدر يسمع حسب قابليته. حقيقة يا حبايب هواي يغيرك، هواي يفيدك. باسم الحسين صلوات الله عليه حاول لا تغلس، حاول اهتم لهذا الكتاب. يعني حقيقة المجتمع هواي بحاجة الأخلاق، احنا ايش قد ما نهتم للأخلاق نترقى. حتى الشاعر يقول إنما الأمم هي شنو؟ الأخلاق. الأخلاق إذا تقدمت كل شيء بعد، حتى ما يحتاج شرطة، ما يحتاج هاي بعد، هو كل من عنده فد دين يحكمه، عنده فد أخلاق، يعني ما يأذي أعراض الناس، ما يأذي كذا، ما ليش؟ لأن الأخلاق تحكم. فد وصية للسيد علي السيستاني يقول إذا صل عليكم بالأخلاق، يقول إذا صلحت الأخلاق ينصلح كل المجتمع. فيا حبايب إحنا نحتاج الأخلاق أكثر، لأن أساس بعثة النبي صلوات الله عليه. ليش جيت يا رسول الله؟ أنت أعظم مخلوق وأفضل مخلوق وأكمل مخلوق. أنت بزيارة جامع يقول كنتم جنب عرش الله محدقين، فمن الله عليكم، فمن الله علينا بكم، شنو دسكم إن بعدين يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول أنا دزان الله أساس بعثتي إنما أداة حصر، أتمم مكارم الأخلاق. إذا كملت الأخلاق أنت راح تلتزم بالدين، تلتزم بالعبادات والفروع كل شيء. لذلك يصفوا له بعض العلماء الفقه الأوسط، يعني أفضل من فقه هاي الفقه كله مالتنا، الأخلاق أفضل مقدم عليه، يعني بنص روايات أهل البيت والآيات. فلذلك الله عز وجل حتى إذا واحد كافر وأخلاقه زينة يسهل عليه الحساب، ما يعاقبه بالنار. فالأخلاق حاول ترقى أخلاقك، تطلب من الله أخلاق زينة، تغير أخلاقك، تطلب من أهل البيت دائما يحسن أخلاقك، يحسن أسلوبك، يحسن تعاملك مع الناس. الناس كلها تحبك تحترمك.